ذكرت مجلة لو باريزيان أن منتخب فرنسا لأقل من 20 سنة عاش هزيمة قاسية ومليئة بالإحباط بعد إقصائه من نصف نهائي كأس العالم أمام منتخب المغرب تحت 20 سنة بركلات الترجيح 5-4. ورغم عودته في النتيجة بعد أن كان متأخرا ولعبه ب10 لاعبين، إلا أنه خسر في النهاية بطريقة مؤلمة ليغادر البطولة وسط خيبة أمل كبيرة. ذكرت مجلة ليكيب أن المدرب برنارد جوكيد عبر عن إحباطه الكبير قائلا إنه كان يفضل الخسارة في اللعب على هذه الطريقة رغم فخره بأداء لاعبيه. المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة أقصي من نصف نهائي كأس العالم أمام المغرب بعد التعادل 1-1 والخسارة بركلات الترجيح. أهدر الفرنسيون فرصا حاسمة في الوقت الإضافي بينما تألق الدفاع المغربي، وفي الختام هنأ ديوكيد المنتخب المغربي وتمنى له الفوز باللقب أمام الأرجنتين.